السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة. انتوا وحشتوني 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 من اخر فيديو انا نزلته معاكم. وحشتوني وحشتوني بجد والله العظيم. انتوا عاملين ايه؟ طمنيني عليكم. يا رب يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. وكان عيد سعيد عليكم وعلى اسرتكم وعلى حبايبكم وعلى كل الغاليين على قلوبكم، ويكون عيد سعيد كده ومرتوا بيه تكونوا فرحانين وكلتوا الكحك والبسكويت وتكونوا كده ايه، شهيصتوا كده في العيد. انتوا عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. انا النهارده راجعه لكم فيديو جديد وروتين جديد. خلاص بقى العيد خلص وخلصنا العيد بقى، ونرجع بقى لايه، لشغلنا تاني. رجعت ريما لعادتها القديمه. هنا بقى دخلت معاكم في الفيديو جد على طول يعني. ما احنا مش بقى العيد جه هنقعد بقى كده كسلانين، لا ورانا شغل برضو. الشغل ما بيخلصش والتنظيف ما بيخلصش. بس حابه ارحب بالناس الجديده اللي دخلت لي القناه. متشكره لكم جدا 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 جدا. نورتوني وكترتوني وشرفتوني واسعدني وجودكم في القناه، وجودكم على راسي. لكل حد دخل عندي القناه وكتب لي كلمه حلوه، ربنا يبارك ليكم يا رب ويفرحكم ويكبر بخاطركم جبرا يستعجب له اهل السماء والارض. لكل حبايب قلبي اللي دخلوا عندي القناة واشتركوا لي وكتبوا لي تعليق حلو كده من ايديكم. اما اخواتي وحبايبي واصحابي اللي هم معايا من الاول، فانتوا بقى كده في القلب اصلا، انتوا في حتة كده لوحديكوا. على كل كلمة انتوا بتكتبوها لي وعلى تعليقاتكم الجميلة القمر. ربنا يخليكم ليا يا رب، وما تحرم منكم ابدا ابدا ابدا، ويديمكم عليا كده نعمة في حياتي. يلا بقى قبل ما ندخل في الفيديو نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا يا حبايب قلبي كلنا نصلي على الحبيب المصطفى ونستغفر الله كتير كتير كتير. هنا بقى الفيديو، بصوا هو شارح نفسه. انا ما كنتش شلت زينة رمضان خالص ولا مفارش رمضان ولا اي حاجة من حاجة رمضان خالص. كان طبعا الايام بتاعت رمضان ودخلت رمضان كانت ايام يعني، بصوا كانت ايام بصراحة طالعة بتجري، وانا ما كنتش يعني قلت لا خلاص هخليها ايام العيد، ابقى اشيلها في ايام العيد يعني مش هيجرى حاجة. كمان ولادي قالوا لي لا يا ماما خليها، احنا لسه ما ايه يعني ما شبعناش منها، خليها. طبعا رمضان جري هوا ما حسيناش بيه خالص. قلت طب خلاص ماشي، مرضيتش بصراحة ازعلهم. حتى في الروتين والتنظيف بتاع اللي هو ساعة العيد دوت، انا ما شلتش معاكم يعني ما شلتش معاكم حاجة رمضان ولا كده، فقلت لا هخليها في ايام العيد ابقى اشيلها. فده كان روتين بقى ايه. ده تالت يوم العيد، ده روتين تالت يوم العيد ده. قلت بقى خلاص العيد خلص ورمضان خلص، وربنا يبلغنا رمضان عواما عديدة، وكونوا انتوا معايا يا حبايب قلبي يا رب. فلميت بقى يعني لميت الزينة بقى بتاعت رمضان والمفارش كلها وكنت هنا حاطة المفارش البيضة على الانتريه، عشان طبعا كان ولادي بيقعدوا عليه طبعا في رمضان وكده، فكنت بخاف حاجة ايه، طبعا كانوا بيدخلوا بعصير بعد الفطار ويدخلوا بحلويات وكده. فكنت ايه يعني اقول برضو لابد برضو حاجة تقع، مع ان ولادي كبار مش صغيرين. بس ايه برضو كن يعني ايه مكان حتى مكان الايدين يعني، مكان ايديهم يعني. فقلت لا، فكنت ماسكاه يعني حاطه المفرش بتاعته دي تقيله وجميله والله العظيم. كنت عاملاها اصلا، كان في ترزي عاملها لي، بس كانت حلوه، بس هي حلوه قوي يعني. الخامه بتاعتها تقيله كده بتحافظ على على الانتريه. فروحت بقى ماسكاهم كلهم، لميتهم حطيتهم في الغساله. هغسلهم كده ايه غسله حلوه، وابقى اشوف بقى ارجع افرشهم تاني ولا افرش التانيين. عندي يعني عندي غيار مفارش تاني بس من نوع تاني مش من النوع دوت. مسكت بقى كل حاجة هنا في الانتريه، شلتها ونفضتها. نفضت الشلت، هو ما كانش فيه اي حاجة خالص. كنت طبعا انا منفضة. كنت منفضة طبعا قبل يعني قبل رمضان ما يخلص، قبل العيد. كنت منفضة ومسحة وفرشة ومخليني الشقة كلها كده زي الفل، لاني انا كنت عاملة كل حاجة في دخلة رمضان وكل حاجة انا غسلاها. فكان تنظيفة بس يعني ايه كده. وكنا في رمضان برضو بنشتغل. في حاجات كتيرة ما صورتهاش معاكم، وكان في حاجات كتيرة ما كنتش بصورها. بس وكانتش بنزل روتينات يوماتي، بس كان يعني انا كنت بعمل. بس غير طبعا ان انا اصور على
يعني لما باجي اصور واشغل الكاميرا بتاخد مني وقت، غير ما انا يعني غير ما انا بنفض مع نفسي او بشتغل مع نفسي. يعني ايه اللي بعمله مع نفسي في ساعة، لو بشغل الكاميرا والله العظيم بيقعد يجيب الساعات على ما بظبط الكاميرا يمين وشمال والمونتاج. وانتوا عارفين طبعا كان رمضان، كانت ايامه طالعه يعني طبعا عماله طالعه تجري. فكنت بحب استغل رمضان بصراحه اكبر استغلال، عايزه اطلع منه باكبر عدد من الحسنات. ربنا يتقبل مننا يا رب صيامنا وصلاتنا ودعانا. كنت ببقى عايزة أخلص أوام ومثلا كنت أحضر فطار، أو عشان كنت أقعد أقرأ في المصحف أخلص الورد بتاعي، وكنت والصلاة بتاعي وكنت متابعة برامج في قناة في إذاعة القرآن الكريم. فكنت بحب أسمع اللي هي أسئلة وأجوبة اللي هي كانت بتيجي بعد أذان العصر. بعد أذان العصر كانت بتيجي على طول في إذاعة القرآن الكريم. كنت بحبها قوي 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 قوي. يعني كنت ببقى مفضية نفسي في التوقيت دوت لغاية ما تخلص. فعشان كده كانت بصراحة يعني ايه، انا اللي هي في رمضان كده طقوس يعني، فبحب امشي عليها مش بحب اغيرها. فكانت بقى ايه، هو ده اللي كان واخدني منكم شوية حبايب قلبي. وانا الكلام ده كنت قايله لكم الفيديو اللي قبل ده على طول. بصي هنا مشيت ايجي على كل حاجة، وم... ومسحت الترابيزة ومسحت كل حاجة، بقيت ألمع برضو من ترابة ايه ناعمة، وبقيت اشيل المفارش بتاعة رمضان همسكها كلها اشطفها شطفة حلوة كده بإريال يعني او برسيل جل او اي حاجة، يعني بأي مسحوق كده همسكها انضفها. اشطفها بس كده، ما فيهاش اي حاجة خالص، غير لو كانت ترابة او اي حاجة. حتى والله حسيت ان ريحة المسحوق كان فيها اصلا، يعتبر ما توسختش خالص. بس برضو همسكها اشطفها شطفة حلوة. فرشت المفارش العادية بتاعتنا بقى اللي هي بتاعت طول السنة، ما يعني ايه فرشتها بقى كده. يعني ايه رجعنا بقى لعادتنا، رجعنا لمفارشنا وحاجتنا القديمة هي. بس مسكت كل حاجة لمعتها ونفضتها. مسكت الأرض طبعا كنستها كده كنسة حلوة قوي، ولمعت كل السيراميك كل السيراميك الباين دوت. وايه وبصوا خليت كل حاجة بتلمع، ورجعت كل حاجة مكانها. طبعا وانا بشيل الزينة وكده كنا زعلانين جدا، وكانوا ولادي زعلانين قوي قوي قوي. خلاص يا ماما، قلت لهم خلاص يا ماما. كل شوية خلاص يا ماما واقول لهم خلاص يا ماما. بصوا كانوا زعلانين جدا. بص بقى الأوضة خليتها عاملة ازاي، خليتها فلة فلة وشمعة منورة. رجعنا كده كمكان يعني، وخليتش الدنيا كده. بصوا شلت بقى الزينة، كنت معلقة حاجات وكده كله خلاص شلته، والمفارش وبره وجوه وكله مسكت كله. شلت كل حاجة. بقيت بس ايه الفيديو هنا انا ما جبتلكوش بقية الشقة، او انا بلم هينزل لكم الفيديو اللي بعد ده على طول يعني ان شاء الله بأمر الله. بصوا هنا بقى دخلت على ايه، على المواعين. كان عندي كمية مواعين. كان ده روتين تالت يوم العيد. بس انا العيد انا بعمل اكل وبعمل شرب وعادي. يعني انا بالنسبة لي العيد زي اي يوم زي الايام العادية. اولا انا ما برشحش ان انا اجيب اي اكل جاهز من بره خالص خالص خالص، لا والله. لو هحمر بطاطسايه في البيت احسن مليون مره. مش برب انا مش برشح ولا انا ولا ولادي ولا جوزي الاكل من بره خالص. اولا اولا ما معدتنا ما بتتقبلش اي اكل من بره. والله العظيم بالامانه يعني اي اكل من بره والله معدتنا ما بتتقبلوش خالص. انا باخد علاج وجوزي بياخد علاج للمعدة، وشروق بتاخد علاج برضه للمعدة. فما ينفعش اصلا خالص ان انا يعني ايه، مش هنتقبل اي اكل من بره، المعدة مش هتقبله يعني. فعشان كده في دخلة رمضان يعني قصدي في دخلة العيد انا نزلت عادي في رمضان في اواخر رمضان. جبت حاجات يعني جبت حاجات يعني ايه، عشان طبعا في العيد الناس بتقفل ما بيبقاش فيه حد بيبقى فاتح، بتبقى الناس بقى اجازة. فنزلت جبت حاجات طبعا حطيتها في التلاجة، وخليت ايه يعني قلت عشان ايام العيد وكده ما تبقى الحاجة عندي في البيت يعني. فجبت طبعا حبة حاجات فقضيت بيهم طبعا بقى ايام العيد، ولسه طبعا مستمرة بقضي بيهم.
يعني جبت حاجات كده وبناكل منها بقى، يعني فاهمين، طيور بقى ولحوم والحاجات ديت وسمك وكده. يعني هنقضي بيها كده ايه ايام العيد دي لغايه ما، لان بيقعدوا عندنا يجي اكتر من 15 يوم قافلين، الخضريين والجزارين وبتوع الفراخ كده بيفضلوا اكتر من 15 يوم كده قافلين، اسبوعين يعني بالظبط على ما بيفتحوا بقى. لكن اللي موجود السوبر ماركت، وانا مش بحب اجيب برضو فراخ ولا لحوم من السوبر ماركت. انا بحب اجيب الحاجه فريش قدامي، يعني اجيب الفراخ اذبحها قدامي، واللحمه تكون من الراجل يعني من الجزار فريش كده قدامي. بس طبعا بقى انا كنت هنا ايه بصب، إن كان عندي كميه مواعين عشان كنت هنا كنت عامله لهم كشري. يعني كان اليوم بتاع تاني يوم هنا، ده كان تالت يوم العيد، تاني يوم انا كنت عامله كشري. كنت عامله كشري اول يوم كان عندي بقيت محشي، لاني كنت عامله اخر يوم رمضان كنت عامله محشي وبط وكده وملوخيه، ففاضل تاني يوم، فاضل لتاني يوم اللي هو كان اول يوم العيد ده، فاضل اول يوم العيد. فطبعا اساسا كنا العيال طبعا كانوا سهرانين وكده، فكانوا ناموا الصبح، يعني نمنا الصبح يعني ايه حوالي الساعة يجي 10 الصبح. طبعا كانوا طول الليل بقى ايه اللي خرج خرج واللي جه جه، فكانوا بقى عمالين ايه ياكلوا. وطبعا التسالي بتاعت العيد انتوا عارفين بقى، التسالي والكحك والبسكويت واللب والسودان الحاجات ديت، فكانوا حاسين ان هم ايه يعني مش جعانين برضو. فجه بقى الاكل فاضل المحشي وبقيه البط والملوخيه وكده، قضينا بيه اول يوم العيد. هنا بقى دوت كان يعني مواعين تاني يوم العيد بقى كنت عملت لهم كشري. قالوا لي يا ماما لا عايزين كشري، العيد عن بالنسبه لهم يعني كشري. طب يا ولاد ده انا كنت عامله محشي، قالوا لي لا عايزين كشري. فقلت لهم طب خلاص تمام ماشي، عملت لهم بقى بصراحه كشري. فكان المطبخ مقلوب قلبه ما يعلم بها الا ربنا. كان طبعا مواعين الكشري والمعالق كل واحد بقى بشوكته بمعلقته وطبقه، وكل واحد بطبق صلصة. بصوا كان انتوا عارفين بقى كراكيب الكشري بتبقى كراكيبه كتيرة يعني بصراحة. وكنت بقى كانوا برضو جايبين، كنت عاملة عصير، كان برضو عندي برضو عصير في التلاجة، فالكوبايات بقى والهيصة وكوباية الشاي بلبن. كان بقى المطبخ بصراحة مقلوب. قلت لا مش عشان عيد بقى هنقعد كده نحط ايدينا على خدنا بقى. كنت بقوم برضو والله وانضف واكنس الشقة كلها ولمع وطهر وكل حاجة. هنا بقى النهاردة هنتغدى غدوة في اليوم دوت قمر. هنتغدى غدوة تحفة، يعني ايه عشق الملايين. بس في ناس كتير انا عارفة متأكدة اني مش بتحب الاكلة ديت، يعني في ناس بتحبها وفي ناس ما بتحبهاش، بس احنا من عشاقه. ايه هو بقى؟ حذروا فزروا الفسيخ، طبعا اكيد كلكم عرفتوا الفسيخ. بس الفسيخ انا اللي بخلله بايدي يا حبايب قلبي، يعني الفسيخ انا اللي بخلله. كنت مخلله فسيخ بقى، بس طلع والله العظيم وعم هتشوفوه معايا دلوقتي في الفيديو، طلع كده حاجة فوق الخيال. هو يعتبر كان بصوا كان مزبت كده زبدة خالص 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 خالص. وكان لونه بامبا، وكان قمر. بصوا كان قمر هتشوفوه معايا. بصوا انا هنا كنت هعمل سمك. بصوا بقى انتوا ايه هتاخدوا بالكم معايا بقى في دلوقتي بس عشان ما تهوش مني. هنا بقى انا طلعت من الفريزر هعمل سمك، قلت هعمل سمك ورز وسلطه وكده. راحوا ايه جوزي وولادي راحوا قالوا لي لا مش انت مخليه فسيخ؟ قلت لهم اه. قالوا لي لا اعملي لنا، اعملي فسيخ، طلعي الفسيخ واعمليه. قلت لهم طب ده انا طلعت سمك. قالوا لي لا مش هناكل سمك. مسكت السمك بعد ما طلعته بقى وكان من الفريزر وكان فك اهو. بصوا كنت هنا بغسل سمك وايه، وانا خلاص بقى ناويه ان انا هعمل سمك ورز وسلطه وكده. راحوا هم قاموا بقى قالوا لي لا احنا مش عايزين سمك ولا كلام ده. قلت لهم ده انا طلعته وخلاص. قالوا لي لا كنت خللته كمان. رحت حطيته بصراحه على يعني حطيته في الفريزر في التلاجة على الرف. تاني يوم هعمله ان شاء الله بامر الله. هنا بقى بصوا الفسيخ، يا خراشي يا خراشي يا خراشي. كان قمر، كان قمر، كان تحفة من الجمال والله العظيم عشان انا اللي عاملاه. بس كان تحفة، كان خيال. ده بقى سردين. انا مش بخلي، ما خللتش السردين، لا ما خللتوش خالص السنة دي. وجبنا وجبت رنجة، يعني بعت عمرو جاب رنجة وجاب سردين دوت. قلت له بصي يا عمرو هات لي على قدي، انا ما عنديش حد من ولادي ولا جوزي بياكلوا السردين.
هم عشاق الفسيخ والرنجة، وانا بحب برضو الفسيخ والرنجة، بس بقى انا يعني ايه، انا بحب السردين قوي قوي. قلت له ايه، هات لي واحدة بس على قدي. راح قال لي، قلت له اه، قول له هات واحدة بس، انا عايز واحدة بس تكون كبيرة. راح طبعا عمرو كلمني من هناك قال لي ما فيش واحدة كبيرة، في اتنين في وسط. قلت له خلاص هاتهم اتنين. فجابهم لي بقى اتنين وسط، بس كان وهم. بصراحة الأكلة دي جامدة، كانت النفسية محتاجة الأكلة الحلوة دي. بصوا بقى الفسيخ القمر، تخليل هبة قمر والله العظيم، عشان أنا اللي عاملاه، بس طلع تحفة من الجمال. طلع جميل ولحمه بامبا، هتشوفوه بقى دلوقتي بعد ما نضفه. مسكته طبعا، بص اهو طبعا في حاجات كتيرة انا عملتها ما كنتش طبعا بصورها معاكم، للسبب اللي انا كنت قلته لكم طبعا. انا بصوا حاجات كتيرة جبتها وحاجات كتيرة عملتها، وعملت الكحك والبسكويت وكل حاجة. بصوا يا جماعة، بصوا الفسيخ بامبا ازاي، ده السردين اهو، ده السردين اللي في الطبق الصغير، وده بقى السردين، ده السردين ده الفسيخ بقى. بصوا بامبا ازاي، كان قمر. ودي الرنجة وبصل، قلت لهم احمر لكم بطاطس، قالوا لي لا. يا جماعة احمر لكم بطاطس، قالوا لي لا. بصوا كانت اكلة ملوكي، كانت النفسية محتاجة الاكلة دي بصراحة. مين زي بيحب الفسيخ؟ اللي بيحب الفسيخ ينزل يكتب لي تحت انا بحب الفسيخ. واللي وصل معايا لغايه الفسيخ ما تنسوش في لايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا، وكومنت حلو من ايديكم تثبتوا لي كده فيه ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو، تثبتوا لي في وجودكم يا روح قلبي. بعد الاكله الجامده الماشينه كنت عايزه الطبق ده يطر على قلبي. مسكته قطعته بصراحه وقعدت كلت فيه انا وشروق وعمرو وبابا بقى شربوا حاجه ساقعه وشربوا شاي والكلام ده، لكن انا النفسيه كانت محتاجه